جوزها مات من كام سنة وهو شخص معروف جدا في الوطن العربي، وعندها ولد مش هتصدقوا عمره الحقيقي. كمان محدش هيتوقع أبدا سنها. تعالوا نقول لكم عن أغرب معلومات عن صبا مبارك اللي بقت فتاة أحلام شباب كتير وأيقونة للجمال والموضة عند البنات، أو بمعنى أصح هنعرفكم على الوجه الآخر لصبا. صبا مش مصرية ولا سورية ولا حتى لبنانية، هي أردنية بس اتولدت في السعودية وأمها فلسطينية. بصراحة كل اللي يشوف صبا يديها حاجة و30 سنة، لكن الحقيقة هي إنها هتكمل 50 سنة كمان سنتين، وطبعا محدش يتوقع الرقم ده. صبا مبارك عندها 48 سنة وهي من مواليد سنة 1976. خلينا نقول لكم كمان إن صبا بدأت التمثيل وهي عندها 22 سنة، وتحديدا سنة 1998، وكانت مشهورة جدا في الأردن. لكن النجاح الأكبر والحقيقي حصل أول ما بدأت إنها تمثل في مصر، وشاركت في بطولة مسلسلات مصرية كتير جدا. لكن حكايات بنات هو السبب الحقيقي وراء شهرتها الكبيرة، وكونت شعبية كبيرة عند البنات لأن دورها كان مؤثر جدا، دور الصحبة الجدعة الطموحة الرومانسية. صبا مبارك مش زي باقي الفنانات اللي بيتجوزوا كتير، وفي الحقيقة هي اتجوزت مرة واحدة بس، وجوزها مات من 4 سنين بأزمة قلبية. تعالوا نقول لكم التفاصيل. صبا اتجوزت من المخرج التونسي المعروف شوقي المجري، وده سنة 2003، لكن الصدمة إنها اتطلقت منه بعد أقل من سنة. مش بس كده، دي اتطلقت وهي حامل في ابنهم الوحيد. ورغم الطلاق والانفصال، بس شوقي كان من المقربين ليها وكانت بتاخد رأيه في حاجات كتير جدا، وموته سنة 2019 صدمها وجاب لها انهيار عصبي وقتها. من المعلومات الغريبة اللي محدش يعرفها عن صبا مبارك هي عمر ابنها الوحيد عمار. تخيلوا صبا عندها ابن عنده 20 سنة. أيوة، عمار ابنها الوحيد من مواليد 2004. صبا كانت متعودة تنشر ليه صور على السوشيال ميديا، لكن بطلت تعمل كده من زمان، خصوصا لما كبر عشان الناس ما تقولش عليها كبيرة في السن. في النهاية بقى قولولنا ايه اكتر فيلم او مسلسل بتحب تشوفه لصبا مبارك؟